نظم منتدى حضرموت الثقافي والعلمي بمدينة المكلا أمسية ثقافية بعنوان الدور السوداني في النهوض بالتعليم في حضرموت بمشاركة نخبة من الأكاديميين والأساتذة الذين ابتعثوا للدراسة في جمهورية السودان منتصف القرن الماضي. السودان كانت إلى عهد قريب وفاء وعرفانا للدور الكبير الذي لعبته جمهورية السودان الشقيقة في النهوض بالتعليم في محافظة حضرموت. نظم منتدى حضرموت الثقافي والعلمي أمسية لتوثيق واستذكار ذلك الدور المتميز للسودان ومعلمها الأوائل. السودانيين عندما أتوا إلى حضرموت كانوا يحملون رسالة، وكانوا يحملون وهج كبير جدا في العطاء، ولذلك استخدموا، وكان خير من استخدموا، واستطاعوا أن يبنوا أساس تعليمي جيد. المرحلة السودانية في حضرموت بدأت من نهاية الثلاثينات عندما استخدم السلطان صالح بن غالب القياتي الشيخ القدال وبدأ في تطوير المشروع السوداني. يؤكد المشاركون على دور المعلمين السودانيين في تطوير التعليم إلى جانب المناهج السودانية التي كانت تدرس حينها في حضرموت، واستقبالها للمبتعثين من الطلاب الذين عادوا منها وأصبحوا روادا في مجتمعهم. السودان بجديتها التعليمية انتقلت إلينا. عشنا الجدية السودانية في التعليم، عشنا الصدق في التعليم، عشنا حسن الأداء في التعليم مع من عايشناهم من المعلمين. معظم المبدعين الحضارمة في المجالات الإبداعية المختلفة، في المسرح، في الرياضة، كان للمعلمين السودانيين بصمات واضحة فيها. ومنذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي وحتى منتصف الستينيات شهدت حضرموت طفرة نوعية في التعليم بفضل المعلمين السودانيين الذين كان لهم دور أيضا في المجالات الفنية والأدبية والمسرحية والرياضية. عيدروس الخليفي، القدو المشرق.